السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. نمت نومة أليمة من الساعة 10 الليل إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل. نوم الليل غير طبيعي. جالس أتصفح التويتر ولقيت بعض الزملاء الإعلاميين ينتقدون رابطة دوري المحترفين بسبب ترتيب الدوري بعد نهاية مباراة الاتفاق والباطن. وبهذه المناسبة خلينا أبارك الاتفاقيين الفوز على الباطن، وعلى رأسهم طبعا خالد الدبل. المباراة كانت أهم من مباراة الهلال. مبروك الاتفاق وهارد لك الباطن. نرجع الآن لحديثنا، وقبل ما نتكلم أنا أقول للزملاء الإعلاميين لازم تعرف إن في فرق بينك وبين المشجع. أنت قبل ما تنتقد لازم تعرف اللائحة، حتى لو كانت اللائحة أنت منت مقتنع فيها، طالما موجودة لائحة خلاص لازم نمشي عليها. صح خطأ ما يهمني، في النهاية أمشي على النظام الموجود. البعض جلس يتهكم على رابطة دوري المحترفين بعد ما صار النصر الرابع والهلال نزل للخامس، رغم أن الأهداف نفسها والنقاط نفسها. وهنا مشكلة اللي ما يعرف النظام أو ما قرأ اللائحة. لازم نقرأ اللائحة. أبى أقول لكم الآن ليش صار الترتيب كذا، رغم أني لازلت أشدد بأن هذا النظام متعب جدا جدا، وعلى رابطة دوري المحترفين أن تقوم بتغيير الموسم القادم. طبعا مو بالآن، خلاص الآن عمل فيه. خلوني أولا أستعرض لكم الترتيب وبعدين أقول لكم وش التفاصيل اللي حصلت. يلا. طيب الآن شفنا الترتيب، وحنا قلنا من أول بمجرد ما تكون فيه فرق متعادلة بالنقاط راح على طول سووا دوري بينهم. لكن ما عاد في النظام القديم راح شوف فارق الأهداف، لا، في بنود في اللائحة. وش رأيكم أوريكم البنود أول؟ خلينا أوريكم البنود، بنود اللائحة وش تقول فيها الأمور. الآن اللي متعادلين بالنقاط الاتحاد والاتفاق، كل واحد له 9 نقاط، خلوهم على جنب ونروح للي صار عليهم لقط. النصر والهلال بحكم عندهم 6 نقاط. الآن عندنا 3 فرق عندها 6 نقاط، الأهلي والنصر والهلال. لكن لما نرجع نسوي دوري بينهم نلقاهم ما لعبوا مع بعض. نطبق اللائحة، باللائحة خلاص الأهلي يصير الأول بحكم فارق الأهداف، لكن النصر والهلال نفس النقاط ونفس فارق الأهداف. شو اللي صار؟ اللي صار أن الاتفاق كان معهم في الدوري، بعد ما فرق عليهم 3 نقاط صار خلاص ما عادهم معهم في الدوري، وهو فايز على الهلال 2-1 وفايز على النصر 1-0. فوز الاتفاق 2-1 على الهلال أعطى الهلال فرصة أن يتقدم على النصر بحكم أن الاتفاق فايز على النصر 1-0. لما طلع الاتفاق من الحسبة يصبح النصر أفضل من الهلال بفارق اللعب النظيف، وهذا اللي ما حد يعرفه. طبعا الاتحاد تصدر على الاتفاق بفارق الأهداف بعد ما تعادلوا بالنقاط وما في مواجهات بينهم. أنا قايل لكم الأمر متعب جدا، متعب متعب متعب. أتمنى أن يكون الشرح واضح، واللائحة متعبة جدا. استودعكم الله. تعب صح؟ السلام عليكم.